ما فيها حتى شيء يعجب بالرسمي زاد، مانيش نتاع كلام نتاع واحد يقول فيها بتفيد ليك ولا حاجة. إدارة فيها وعليها، أساتذة فيهم عليهم زاد، فما أساتذة باهيين فما أساتذة خايبين، فما برشا حاجات تصير وسط الليسي بينات الإدارة وكل شيء اللي نورمالمون ما تصيرش في ليسياتنا. سينو هاكا ما عندي موجود. معروفة معناها بروفاتها بوزي ومعروفين ويعطوا 100% بتاعهم. نقرا فيها لي عامين، عشت فيها برشا حاجات باهية، اما اون ميم طون فما بوكو دانكونفينيون. فما اول حاجة الإدارة، برشا مشاكل مع الإدارة. اهم الاساس بتاع مشاكل هو المعاملات اللي فيها. فما تلامذة تعيش وتتفرهد وتدخل وتخرج وتنجح كيما تحب، وفما تلامذة يخدموا بذراعهم ويحاولوا ويعملوا مجهودهم، لكن للأسف ما يلقوش بلاصتهم. دايما فما برشا تلامذة اضطروا انهم يخرجوا من هالليسي، يحاولوا ليسيات اخرين. وزاد فما المعاملة نتاع السورفيون، قيم ما يحترمكش، بورتون ما تعمل شيء معناه ينجم على الصباح يعيط عليك يدزك. يوصل قايم شاد عصا اون ديغي في روضه ولا في مدرسه. لوجيك امشي يجيك سيرفايون شاد عود سبركه ولا شنو يضرب فيك يقول لك هاي تحرك ولا يمشي، ماناش بهايم احنا. زيد حتى تبدا طالعه في دروج باش تجيك سيرفايون تدز فيك هاي امشي. شنو هي هذه؟ ما تجيش اصلا باش معناها معامله سيئه ياسر من قبل القايمين والاداره ما يعجبكش؟ ما يعجبنيش هو التمييز بين التلامذه من قبل الاساتذه من قبل القايمين من قبل برشا حاجات. ناخذ ابسط مثال، هو في البي يجي جروب مع بعضهم واحدين يحطهم على جنب يقولوا لا ياخذوا البي، الاخرين يقولوا جيبوني. برشا فازات هكا تاع تمييز زي الاساتذه زادك كي التلميذ ما يقراش عنده اتيود ولا ما يعطيش فلوس ما يعطيش النوت على بده هو، سيرتو كي تبدا في ماتيريال برانسيبال. هي علاقتي بالنسبه لي مع الاساتذه معناها الحمد لله سافا، علاقتي باهيه بالاساتذه نتاعي. اما بصراحه بالاداره مش عارفه، ممكن اكيد فما برشا معاملات دقيقه معناها صارت لي. تبدي واقفه قدام الاداره ساعتين ساعه ونص هيك الشمس وكل ومن با معناها يجي تلميذ اخر حتى دو ما يوري وجهه في الاداره وياخذ بيه، علاش خاطر هذاك اكس وهذاك ايكغيك. بون انت ماكش باش تكون عندك نفس الحظوظ اللي عندهم هما باش ياخذوا بيه. الاداره سورتو الاداره العدل والمساواه بين التلامذه الكل. اذا كان باش تعطي التلميذ الفلاني البي، حتى التلميذ الفلاني كي باش ياخذ بيه اكيد باش تعطيه له. شويه انضباط شويه نظام. عندك الاداره زاد حكايه المعاملات هذيك بالبابا ما تحكيش. لا كي ما تحكيش فيها جمله، ما تحكيش ولد فلان ولد فلتان يدخل ومغربي وشوف كيفاش يدخل ومعناها عادي، معناها تلميذ ولد مواطن عادي. ولد باب الله ما يدخلش، ولد باب الله ما يعيشش لهنا. منهم برشا ناس جبدوا الدوسي نتاعهم ومشوا حاولوا ليسيات. الاستاذ يتقرب برشا من التلميذ، يفهم ويفهم كل تلميذ ويفهم كل واحد وشخصيته، يعرف كيفاش يتعامل معاه. والإدارة لازمهم ما تميزش بين الغني والفقير وولد فلان وولد فلتان. لازمهم يعرفوا انه التلامذة الكل كيف وانه مش واحد قدامك كيف الحالة، معناها انت غايب وهو غايب. هذاك يعطيه بي نورمال على خاطر ولد فلان وانت لا يقول لك ولي على خاطر بوك ماهوش معروف. دونك لازمهم يبدلوا برشا حاجات في هالليسي. نحترم الأساتذة كل، والأساتذة هما الأساس في المعهد، وفما برشا أساتذة كومبيتون، لكن زاد مالوريزمون فما انحدار في مستوى معين، هو إنه سبب فيه ليتود والماديات. فما أساتذة يوصلوا ما يقروش الكور متاعهم كامل، علاش؟ باش التلميذ يكون اوبليجي باش يقرا عنده ايتود، نون سولمون باش يكمل عنده الكور، اما باش يعطيه دوفوار في ليتود، وميم سي ما عطاش دوفوار يعطيه النقط. التلميذ كي يبدا في مخه يقرا ايتود عادي باش يقرا حاجه تي بالله توريها لي بروفا في الايتود ولا سي با لابيل نبقى مركز في الكلاس جمله حتى نحكي تو مع صاحبي ومن بعد في الايتود البروفا تتفهمني.
فهمتني؟ ولا ليش يعني نجيب 10 والبروف اللي نقرا عندها اتيود ما تبدا بروفتي تزيدني تبدا دوس تبدا تريس تدز معايا. المهم معناها ضعف ما عادش ما خلتش التلميذ يعمل على راحه. فهمتك صحيح. هي مربوطه ببعضها، كان يجي البروف يقري في الكوره كامل ويفهم كامل ما يسحقش التلميذ لليوتيوب، وقتها يبدا يعمل على راحه. أول ما تدخل الباب لسادة باش تلقى بلاكة مكتوب عليها صيانة عامة لمدة 300 نهار ولا حاجة، وأنا نحب نسأل معناها شنو هي الصيانة اللي يحكوا عليها تصليح القاعات في نفس الوقت نتاع القراية. شنو يسبب لكم هذا؟ هذه سببت لنا إزعاج شديد جدا، خاطر نبدو نحن نبدو نقروا وهم بك الماكينات. وشفتوا ظهر لي باك انت. اي عندك الايامات دخلوا لنا ترافو في الليسي، عندك برشا حس جات حتى تعمل الباك تخلف منها برشا فيها. هي راه باهية عمال تتطور الليسي وعمال هاك تشوف. اما مش في وقتها مش في وقتها اما مش في وقتها حق ربي في الصيف ولا في العطل. الطواو اللي نقروا في اللي نقعدوا عليهم المقاعد معناها ياسر مكسرين. نسمع الكل تبدل، خاصة لك شبابك يبدا في الشتاء في عز البرد والكل لازم ما يتبدلوا شبابك الكل، وطواول خاطر كلهم اشتروا مكسرين ولازمهم يتبدلوا زادا، لازمهم يوفروا للتلميذ الظروف باش الظروف الملائمة. ليسي قديمة، ليسي بلبابك ديما عريقة عندها تاريخها وهذا نفتخروا به، لكن هذا لا يعني ان نتجمدوا معناها في التاريخ. والمقعد اللي قرا به بابا وامي وجدي نقرا به انا. سي فريمون اي لوجيك معناها ديجا الاساتذه يوصلوا اساتذه باش ياخذوا ريتريت سنين يقروا فينا يقولوا لنا وراسكم انتم المقعد هذاك اللي قاعد عليه نتفكر اني كتبت فيه كذا وقريت فيه. معناها فما برشا نقص مادي، فما برشا عجز مادي اون سكي كونسيرن ابار معناها المقاعد وشبابك وكذا تجهيزات سورتو سيانتيفيك. برشا تلامذة في ليزيكسبيريونس معناها في السيانس والفيزيك والتكنيك زاده يلقوا عجز. اون بليس فما ضغط في الكلاسات، دونك كلاس يبدا معبي ما يخلطوش كلهم باش يعملوا ديكسبيريونس. التكنيك نقروا 32 وهي 32 معناها تقسميهم تلقيهم 16، واللي هي لازم نقروا معناها كلاس كامل لازم نقروا 20 باش كي تقسم الجروبات تلقى 10 ولا ساعات تلقى 9 باش نجموا نخدموا براتيك على الماكينات. احنا توا 16 كي تجي باش تخدم على الماكينه ما تنجمش، عندنا زوز ماكينات احنا ولا 3 ماكينات ما تنجمش حتى لو تشوف ترافو براتيك ما نعملوش جمله. احنا ترافو براتيك ما عندناش تي بي اصلا ما نعملوش جمله. علاش؟ خاطر الماتريال ما يسمعش للنومبر هذاك. هذايا راجع زاد للمال اورغانيزاسيون تاع الاداره معناها تعبي كلاس والتجهيزات شويه دونك ما يخطوش باش يعمل ديكسبيريونس وكل شيء. زاد فما نقص كبير في المكتبه، فما نقص نتاع كتب، فما نقص نتاع مراجع. اون بلوس المكتبه ماهيش ديما محلوله معناها ساعات نوصلوا في المطالعه اني لاتر نقرا لاتر ديما نستحقوا المكتبه ديما الاساتذه يبعثونا للمكتبه. ساعات نوصلوا معناها كتاب نبقوا شهر كامل نطلبوا فيه. فهمتني؟ دونك فما نقص في التجهيزات السيانتيفيك ولا غير زاد. هو كان باش تحكي على التلامذة يستحقوا المكتبة ولا يحكي على الوعي تاع التلامذة على الثقافة بتاعهم. ما تلقى حتى تلميذ تو باش يشتريها لك كتاب ولا حاجة ديجا باش تمسخر عليك باش يشوفك شاد كتاب. أكيد ثم نسبة معينة تقرا شيء يعني يشوف قلة اهتمام التلامذة. بالنسبة للسابورات والحاجات المادية هذيك تنجم تتعوض، مي السلوكات اللي يعيش فيها التلميذ ولا الحاجات اللي يعملها البروف هي اللي ما تتعوضش إذا كان ما يحاولوش يصلحوا من رواحهم. وحاجات هذه نجموا نتعدوا نجموا نصلحوها نجموا نتخطوها إذا كان كل واحد فينا يحاول يلتزم ويحاول يعمل الماكسيموم باش يعطي اللسان تاعو حاجة باهية وباش يعطي سلوكه حاجة باهية وباش يعطي الظروف تنجم تتحسن. الأخرى تتعلق بالأنشطة في الليسي. هو صحيح المدير ناس في سنين اللي شد فيها يعطيه الصحة معناها وفر مناخ باهي للأنشطة الثقافية والنوادي
وكذا. هم ينوعوا في مستوى الأنشطة، وفما صحيح نوادي ثقافية ولكن نوادي علمية. بون فما نادي علوم ماهوش قاعد يقوم بالدور نتاعها، فهمتي؟ وهذا ظهر لي يرجع للليسي خاطر مش موفرة الظروف نتاعنا. يرجع لنقص المواد الأولية للخدمة، يرجع للعناية زادة لي بروف انكادرور. هو فان كونت لازم انكادرور لكل نادي، اما مش قاعدين يحضروا حتى البروف اللي ينكادروا يقول لك اني انكادرور وتلقاه يقري في ليتود. نرجعوا مرة أخرى ظهرت ليتود. شنو اسكو تشوف قاعدة تحرك فما نشاطات ولا؟ لا جد يكذبوا علينا، شيء يكذبوا علينا. نوادي موجودة، نوادي ثقافية والأنشطة مختلفة، أما ماناش لاقيين تجاوب من التلاميذ برشا، هما مش مهتمين. زي عشية الجمعة معناها فما أنشطة ثقافية، معناها الكل التلاميذ يصغلوا عشية الجمعة وعشية السبت في الإتيودات، وهو أصلا ممنوع أن الأستاذ يقري إتيود عشية الجمعة وعشية السبت. حتى الوقت اللي جا ماناش لاقيين فيه حق. نتصور أن التلامذة لازم يبرزوا مواهبهم، وندعو التلامذة كل أنهم يعملوا طلع على النوادي هذوما ونشوفوا الأنشطة، خاطر فيها برشا مواهب ينجم يبرزوا، تنجم تفيد حتى في حاجة في الأدب في الفن. فما موفمون كولتوريل قاعد يصير سورتو في السنوات الأخيرة. فما 3 نوادي في ليسي بالباب. فما تطور، ما نجموش ننفوا التطور هذا، اما يبقى ديما مش كافي. علاش؟ على خاطر الحركه نتاع النوادي مقتصره على فئه معينه من التلاميذ. معناها تلقاه التلميذ اللي يمشي ويجي على النادي عند درجه معينه من الوعي، درجه عاليه متوسطه، لكن طونك بقيه التلامذه درجة الوعي متاعهم ضعيفة ومتدنية جدا. تجي تحكي مع تلميذ مثلا فما نادي شاعرنا الكبير محمود درويش، يقول لك شكون هذا محمود درويش؟ ما يعرفوش. معناها درجة الوعي ضعيفة جدا. هذاك علاش زاد فما غلطة من التلامذة كما قلت لك، درجة الوعي متاعهم كبيرة، ما يحاولوش يبسطوا الخطاب متاعهم باش يوصل لأكبر شريحة معناها التلامذة، ويعمموا معناها التقبل نتاع المعلومة ومستوى أنشطتهم وكذا. هذاك علاش المواد ماهيش قاعدة تبرز بشكل كافي. كما قلت لك صحيح فما تطور لكن ماهوش بالشكل المرغوب فيه. دونك إذا كان الإدارة تزيد توفر مواد، وإذا كان الأساتذة يزيدوا يساهموا في تأطير التلامذة والعناية بمجهوداتهم، أكيد متأكدة جدا من أن المواهب باش تزيد تبرز وباش تزيد تتفتح، وفما معناها زهور تستحق أن تصنع. مش كافية، ماهيش كافية. فما نلقوا معناها نوادي ليسي، نوادي ثقافية علمية، أما ماهيش كافية، ما وصلتش معناها نشوفوش حتى التلامذة الكل تشوف المواهب نتاع التلامذة الموجودين فيها. ديجا بالله باش نقول حاجة معناها بالنسبة للمواهب الثقافية اللي عندنا زي غادة شلبي معناها وبرشا تلامذة أخرين، سيانتيفيك علي المجهودي، ياسين، معناها برشا عندنا تلامذة معناها كان عندهم مبدعين معناها مواهب، وعندهم زي نشوفوا اختراعات علمية ما يجيناش حتى من الإدارة، حتى نشوفهم أني معناها في إدارات أخرى وعلى مستوى جهوي يتكرموا وعملوا لهم يعني كرموهم في معناها أبسط الأشياء. نورمالمون إدارة معهدهم تكون متكفلة بهم وتشجعهم حتى ناقص ولا حاجة تحب تبدلها هيك. ثم برشا نشاطات ناقصة خاصة في السبور. ثم بداية في أول العام بعد كل شيء يخص في الباسكيت، في الهوند مثلا الهوند مش موجود، فماش فوليبول، ثم حاجات تبدا خاصة في السبور وتنقص من بعد يخص. معناها تقترح أنشطة رياضية أكثر ولا جزء في سبور؟ فنية ومشاريع أكثر. خصتنا برشا لهوة هيك في سبور، في حاجات هيك باسيونس التلامذة لازمهم يكونوا بينا ويعملوا على الأقل هيك معناتها زي التلامذة لازمهم يكونوا معناتها زي نائب اللي يحكي باسمه يوصل صوتهم للإدارة نقابة هيك زي نقابة صغيرة نتاع التلامذة نوصلوا بها صوتنا وكهو شنو ناقصنا وشنو لازمنا نزيدوا باش نزيدوا قد ديما قدام. والله الاقتراحات تو اي تلميذ ينجم يقترح حاجه يحبها هو ينجم يطلبها ويقترحها باش ليسي تعملها. دونك لازمنا نتفقوا مع بعضنا شنو نقترحوا
نقترح برشا حاجات، برشا نوادي نجم يستغل التلميذ، خاطر التلميذ عنده طاقات نجم يعملها معناتها، وناقصين شويه من اتجاه الليسي معناتها للتلميذ، ناقصين شويه. يعملوا لهم حاجات هم انتريسي بها. خاطر فما حكايات مش العباد الكل تخمم كيف دونك هيك نشوفوا الرأي الأغلبية شنو يحبوا، ومن بعد وقتها احنا نعملوا نشاط وحاجة اللي يجلب العباد الكل والله نحب تكون فما نشاطات أكثر في الليسي باش التلامذة تنجم تقدم المواهب نتاعها والإبداعات. عندي أكثر مطالب، عندي برشا حاجات باش نقولهم، بحكم أن الوقت قصير ما نجمش نعبر. عندك كلمة تحبي توصليها أخرى ولا سي بون؟ لا سافا. أنا نحب نشكر المدير خاطر كل يوم في الباك بلون يجي يقول لنا شنو أحوالكم، سافا عليكم، يسأل عليكم. المدير المعهد مش كمدير معناها اللي شخصه هو، خاطر معناها تلقيه هو معناها شخص أكثر شخص سيرفيابل، معناها حاجتك بحاجة باش تسألي لي سيرفيون، باش تسألي أي حد في الليسي تلقيهم ما يعطوكش المعلومة مش انتريسي بيك وما يوضحولك ولا يفسرولك. طونك تمشي انت طول المدير يوضح لك ويحكي معاك ويقضي لك قضيتك معناها اي حاجه تحبي تعمليها تمشي للمدير يقضيها لك ونحب نشكره ونقول له نشكره برشا على المجهودات اللي عمل فيها مع التلامذه. كيفاش تشوفوا مستوى التلامذه مقارنه بالاجيال السابقه وبالمعاهد الاخرى؟ بالمقارنه مع الاجيال السابقه تراجع ملحوظ جدا ومتفق عليه من طرف الجميع، والتراجع سببه يعود اساسا الى المنظومه التربويه باكملها ودخول مجموعه من العوامل التي ساهمت في التدهور وتدني المستوى التعليمي عند التلميذ. بالمقارنه مع المعاهد الاخرى بالنسبه لمعاهدنا الامور نسبيه كذلك، ولكن وإن كان ثم تشابه ولكن على الأقل يبقى المعهد متميز إلى حد ما، والدليل على ذلك نتائج السنوية لامتحانات البكالوريا، فهو دائما في رأس القائمة ويحتل المراتب الأولى منذ سنوات. ليست مسقطة من السماء، الأخلاق نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية إلى غير ذلك، والأخلاق ما زالت أخلاق كثير، معظم التلاميذ أخلاق جيدة وممتازة، وجد بعض الانحرافات في بعض الأحيان، لأن المدرسة ليست معزولة عن المجتمع، ولذلك يعتبر الأمر طبيعيا وعاديا ومنطقيا في نفس الوقت. فما قدرة على المبادرة من قبل التلميذ؟ نعم، هذا ما لمسته بصراحة. التلامذة لهم كفاءات وطاقات ومهارات كبيرة وكبيرة جدا، وقدرة على المبادرة وقدرة على الإبداع، ولكن مع الأسف لا توجد الأطر التربوية والتعليمية التي تساعدهم على إبراز هذه المهارات. وحقيقة هذه خسارة كبرى، لأن طاقات كبيرة كاملة في التلاميذ. التلميذ التونسي قادر على الإبداع والتميز في العديد من المجالات، ولكن التأطير والتوجيه ينقص، غير موجود. فشنو هو التأثير اللي توجد على التلاميذ؟ تأثير سلبي، تأثير سلبي جدا. كيفاش؟ يعني هذا النوع من الدروس في حاجة إلى مراجعة جذرية، لأن المفروض هذه الدروس تعطى إلى التلميذ المتوسط الذي له إمكانيات لم يستغلها أو له ثغرات في تكوينه التعليمي لتداركها، فأصبح ظاهرة مرضية. ظاهرة مرضية، أصبح التلميذ يهمل الدرس ويعتمد على هذه الدروس فقط، والغرض هو غرض الأعداد فقط، غرض الأستاذ غرض مادي نفعي، وغرض التلميذ الأعداد، وهذه معادلة خاطئة ستودي بالتعليم إلى الهلاك. تطلب من التلامذة والمؤسسة الارتقاء بالمستوى التعليمي؟ بسر الانضباط، العمل الجدي، ولكن هذا مش مسؤول عليه فقط التلامذة والمؤسسة، فما قضية لابد من مراجعة المنظومة التربوية بأكملها والنظام التعليمي بأكمله، انطلاقا من البنية التحتية
وصول البرامج للمراجع، يعني كله في حاجه الى مراجعه. يجب ان نعمل مع كل الاطراف مسؤوله ان تعمل سويه على الارتقاء بالتعليم، لاننا الان اصبح نطلق صيحه فزع حول تدهور المؤسسه التعليميه. واذا سقط التعليم سقطت بلاد، لان التعليم هو الركيزه الاولى والاساسيه قبل الاقتصاد حتى للنهوض باي مجتمع وباي بلاد. شكرا. سيدي نوصف منير، عامل المعهد الثانوي ابو لبابه، مشهور بالخارج. ابو لبابه هذيك دمي، نبداها بحياتي. التلميذ بتاع ابو لبابه هذاك هو اساس.